السلام عليكم، مساء الخير والهنا والسعادة على حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض يوم كده أكلة في عزومة تكفي 6 أفراد. عندي لحمة، طبعا اللحمة اللي انت بتبقى عايزاه ده نص كيلو. جبته حطيته متبلاه ببصلاية وشوية فلفل، وسبتهم شوية كده يتبلوا ببصلاية مبشورة. سخنت معلقة زيت أو معلقة سمنة في حلة، والحلة تكون سخنة، ونزلت على الحلة، في الحلة كده باللحمة. هديها تشويحة من ناحيتين. اهم حاجه تكون النار تكون عاليه، عشان ما تنزلش منها العصاره بتاعتها، وتبقى جامده وما تستويش معانا بسهوله يعني. بقلبها بقى، بديها تشويحه على الوشين. وبعد كده بجيب التوابل بتاعتها، آه، لورا وحبهان وبصلايه، وممكن تحطي طماطمايه وفلفل اسود اللي هو الحب. بحطه بديها تشويحه، وعندي ميه سخنه وبنزل عليها على اللحمه، وبشيل منها الريم والحاجات اللي هعمل بتطلع بقى دي. صينية من عندي بقى البطاطس. هعمل عندي صينيه بطاطس بطاطس كده معاكم كده مقطعاها حلوه. كده اهي، عندي بطاطس متقطعة مقطعاها حلقات، تكون حلقات وأعتقد سميكه اللي هي رفيعه قوي ولا تخينه قوي. مقطعاها وعندي كمان، بصلايه شرايح، وعندي فلفل وعندي وفصين قرن توم فلفل، ولورا وفصين 3 توم، وفصين من ولورا وفصين الحبهان. حبهان. استنى هما من عندي بقى الحبهان. التوابل. عندي التوابل، عندي ملح وفلفل ملح وكمون وشويه كزبره وشويه جوز وكمون الطيب. وكزبرة حابه تحطي وشوية من جوز طبعا الطيب. البهارات اللي انت اه حباها حطيها. هحط مش فيها. حابه حاجه او حابه تشيلي حاجه، براحتك برضك، حاجه ترجع. انا بمسك التوابل دي، ماشي. بتبل بها البصلايه، بدعكها جامد كده فيها لغايه ما بتنزل، تحس ان هي بتنزل الميه بتاعتهم. احنا بنقول الطريقه دي للبنوتات اللي لسه داخلين يتعلموا يعني المطبخ. بجيب بقى معلقتين سمنه كده، وبروح جايه مسيحاهم، وحاطه معاهم بنزل بالبصله على معلقتين السمنه اللي سيحناهم دول، وبنزل بهم اديهم تشويحه كده. بنزل بقى بعدها بالبطاطس، بديها تشويحه برضك معاهم. الطريقه دي بتبقى جميله جدا في صينيه البطاطس، بتديكي طعم حلو. بنزل بيها بديها تشويحه كده مع البطاطس مع البصل مع التوابل. وعندي طماطم بقى. طبعا انت بالكميه اللي انت بتبقي عايزاها، يعني البطاطس بالكميه اللي انت عايزاها، يعني عايزه تزودي عايزه تقللي براحتك برضه. بنزل بقى بقرن الفلفل واللورا والحبهان، وفصين 3 توم، بدهم برضو التشويحة معاهم. في الوقت ده لو تشم الريحة بتبقى جميلة جدا. لو جربتيها هتعجبك الطعم بتاعها، هتعجبك صينية البطاطس دي. عندي بقى طماطم. انا عندي زيادة عن نص كيلو يعني طماطم، ضربها في الخلاط ومصفياها، وبنزل عليها بيها، بخليها بقى تاخد كام غلوة كده، غلوتين 3 كده، وبشيل اللحمة وبحطها فيها. يعني بعد ما البطاطس دي ما تاخد 3 4 غلوات كده، ما بتكونش لسه استوت يعني. بالشكل ده اللحمة عندي استوت. بشيل اللحمة بقى من المسلوق. اللحمة نص سوا برضو، بكمل سواها في قلب صينية البطاطس. بشيل اللحمة بقى، وبروح جاية حطها في صينية البطاطس، تاخد غلوتين كده على البوتاجاز، وبدخلها في فرن البوتاجاز. في فرن البوتاجاز بتديها طعم وريحة حلوة جميلة جدا. بتكمل يعني سواها في قلب كمان الفرن. وانا بحب اديها لون، بحب ادي صينية البطاطس دي لون من فوق. اوريها لكم برضو في الاخر. عندي بقى هنعمل شوية رز كده. الرز ده للبنات الصغيرين، احنا طبعا كلنا ستات بيوت شاطرين وعارفين الرز بيتعمل ازاي. اللي بجيب شويه كوبايه مثلا شعريه، وبجيب، انا بحب يكون الشعريه مثلا فيها كتير. وبجيب الرز برضو لبنوتاتنا الحلوين، ان كوبايه الرز المصري بتاخد قدامها كوبايه ميه. وبنزود شويه، يعني ايه، انا مثلا لو كوبايتين رز وحاطه الشعريه، بحط يعني كوبايتين، مثلا لو نص كيلو نص كوبايه شعريه، انا بحط 3 كوبايات علشان بس الشعريه وكده بيطلع معايا بيبقى مفرفر وحلو. بعد ما الشعريه ما اتحمرت، باجي بشوح الرز مع الشعريه لغايه اما الرزات تتغلف كده من الماده الدهنيه بتاعتنا. وبحط بقى ايه شوربه او ميه، طبعا زي ما تحبي. بحط العيار المظبوط بتاعها، وشويه فلفل صغيرين، بيبقى مدي طعم حلو للرز. ابو شعريه او الرز اللي هو حبايه وحبايه. وبقلبهم مع بعض واسيبهم لغايه ما تغلي، وبعد كده بوطي عليها النار، واسيبهم يستووا خالص على النار هاديه. عندي بقى ملوخيه ناشفه، هنخليها زي الخضره بالظبط، تبقى طعمها جميل وحلوه، وطريقتها حلوه وسهله. بجيب الشوربه، وبجيب الكوبايتين مثلا الملوخيه، طبعا بالكميه برضو اللي انت عايزاه، وبحط عليهم شوربه من اللي احنا عاملينها بتاعه اللحمه، وبقلبهم فيها. بتبقى كأنها المطه والخضار بتاعها زيها زي الملوخيه الخضراء. شايفين شكلها عامل ازاي ولونها تحفه جدا. عندي بقى حله على النار، فيها معلقتين من السمنه،
معلقه بسيطه كده من السمنه، وعندي نص معلقه من الثوم. انا بشوحهم. الطريقه دي بتبقى جميله جدا، وبتبقى مخليه الملوخيه طعمها حلو. وعندي طماطمايه مقطعاها قطع صغيره، انزل عليها بالطماطم على التومه دي. انزل عليها، ممكن تجيبي قرن فلفل تدقيه برضك مع التومه، بتدي طعم حلو برضك وريحه حلوه للملوخيه. بحط شويه كزبره وبسيبها لغايه ما تستوي شويه، يعني زي تتسبك كده. الطماطم دي بتتسبك بقى بالشكل ده كده. وبنزل عليها بقى بالشوربه. طبعا احنا بنصفي الشوربه في المصفى عشان لو في لورا وفي حاجه هتضايقنا يعني بنحطها. فلفل اسمر الحب والحبهان، عشان في ناس بتجز طبعا من ريحه من طعم الحبهان لما بتيجي تحت واحنا بناكلها يعني في الاكل. انا ما بكترش الشوربه. حط الشوربه على قليل الاول لغايه ما تظبطي الملوخيه معاكي. احتاجت شوربه بتحطي، بدل ما تحطيها كل الشوربه بتبقى بزياده وبعد كده تتصلص معاكي، مش هتعرفي تظبطيها. دي معلومه برضو للبنوتات الصغيرين عشان تظبط معاهم، يعني بدل ما تبقى صلصه قوي ومش ما تعرفيش تتحكمي فيها. وبنقلبها، بنديها كام تقليبه كده ولا بالمضرب بالمعلقه لغايه ما تتقل كده معانا ونشوف قوامها. احتاجت منك شوربه بتكملي معاكي الشوربه تاني، وبتدوقي الملح بتاعك وبتشوفيها. طبعا احنا في صايمين مش هنعرف ندوق بقى دلوقتي، فانت يعني قللي في الحاجه، ما بلاش تزودي كتير. لما تكون انت حابه تحطي يبقى بالزياده احسن ما تسيبي من الاكل يطلع معاكي حلو. عندي بقى معلقه زبده كده، وعندي توم. بسيح الزبده وبنزل بالثوم عشان نعمل الطشه بتاعه الملوخيه. بنقلبها لغايه اما اللون بتاعها يدخل في الحمران بتاعها. وبحط الكزبره، ما احطش الكزبره من الاول عشان ما تمررش معانا. بعد ما الثوم ما بياخد معانا لون كده بسيط، بنزل بالكزبره اديها تشويحه مع الثوم. وبعدها بنزل على الملوخيه. بصوا هتشوفوا الملوخيه معايا دلوقتي خضره وجميله وشكلها حلو ومش ساقطه معانا ولا حاجه. اهم حاجه ما تغطيش الملوخيه عشان ما تسقطش منك في الحله، يعني تبقى الملوخيه نازله لتحت كده وتحس ان الشوربه عايمه فوق على الوش. بسيبها بقى لغايه ما اخلص، وكده خلصت وغرفنا. صينيه البطاطس اهيت، شايفين جمالها. احنا بنحب نديها وش كده مع اللحمه، بتديها طعم وريحه حلوه. جربوها بالطريقه دي وهتعجبكم. ده كان فطارنا كده النهارده، سهل وبسيط. عزومه حلوه وسهله وبسيطه، تاخدي منها افكار برضو تساعدك وتبقى معاكي عندي مريحه الشربات يعني. اهو التاني هنعمل بقى بالشكل ده الحلو كده. بعد ما خلصنا. نعمل بقى الحلو. عندي بصوا شكله حلو طبعا وشايفينه حلو ازاي كوبايتين وصافي وما من فيهوش اي حاجه السكر، خالص اهو، ولا عليهم مكتل. كوبايه وهوريه ونص لكم برده طعمه يبقى من الميه. تقيل خالص معانا اهو، بتشوفوا كده على المعلقه. بالجلاش. نلاقي اللي هو تقيل هطفي بقى عليه. انا ما عيرتهاش، بس انا لما بوريها بطفي قدام منكم. انا اختصرت بس بحط الباكت الفانيليا الوقت عليه معانا. بحط عشان عليها تبقى بقى الريحه بتاعته الفانيليا. موجوده فيه. وبجيب الجلاش وكده خلاص الشربات هنعمله صوابع. خلصناه، هديله بس تقليبه ده وخلاص على اسهل كده. طريقه وما تاخدش معاكي وقت، الجلاش عنده كنافه وحشوه كنافه اللي حلوه هي بتعمل مقطعاها معاكي كميه قطع كبيره. كده صغيره، عايزه تفرموها عندي في الكنافه الكبه. ربع كيلو من ممكن الكنافه، توميه، هحط عليهم وعندي جوز 3 4 هند معالق من وسوداني. الزبده. السوداني جرشه كده، سوداني وجوز جرشه الهند بسيطه بحطهم يعني. معاهم الاول. وعندي معلقتين وعندي ثلاثه 3 من معالق الزبده من كده الزبده هحطهم مسيحاهم، معاهم. احطهم على الكنافه وهغلف بيها الكنافه وهدخلها ديت. جوه الكنافه. الزبده ديت بقى هخلي علشان الكنافه كده تسوي تبقى معانا الكنافه متغلفه من فيها جوه كويس كده وتديها طعم بالزبده، حلو. ويا عشان دي اللي سلام بقى هتساعدنا لو برضو في تحمير الكنافه الزبده دي زبده بلدي، في الحشوه تدي بتاعت طعم جميل جدا الجلاش في الجلاش. اقلبها كويس بالشكل ده. وادخل السمنه كده في قلب اغلف بقى الكنافه. كل الكميه دي كده. واحط عليها عندي قلبت المكسرات بقى بتاعتها. الكنافه بالزبده كده. عندي بقى جوز وعندي هند لفه ووزداني هحطهم برضو الجلاش. عليها كده. بجيب ما بين ونقلبها كل كويس طبقه، معاهم. يعني هو انا باخد ورقتين الكميه دي ورقتين. بتبقى حلوه ما بين ورقه وموفره. وورقه ان شاء الله بحط هعمل لكم طريقه كده بدهنها حلوه سمنه لتوفير عشان تبقى مورقه معانا المكسرات وتبقى ديت. طعمها حلو. وتقدر معانا طريقه يعني ايه اقتصاديه، تقعد معانا للشهر كله، شهر رمضان ان شاء عايزاكم الله، اهم حاجه بطريقه اللي سهله يشوفوا وبسيطه. الفيديو وتعجبه وفيها تركات ويعجبوا كده بتبقى القناه حلوه. ما ينسونيش هقولها باللايك لكم برضو والاشتراك عليها ان وتفعيل شاء الله لما الجرس. نعملها سوا. كده خلصنا الكنافه، دخلناها كلها مع بعض. المكسرات ممكن ممكن تحطي زبيب اللي انت عايزه عايزاه، تحطي الحشوه اللي انت زبيب عايزاها اللي حطيها. يريحك تعمليه. ممكن تحشيه باي حشوه نقلبها كلها مهلبيه، اهيت مع بعض اي كده حشوه انت في قلب حباها الحشوه. تعمليها بيه. كاستر، تمر، بلح كده. وعملت هجيب لكم بقى وصفه على الجلاش. القناه موفره جدا. عندي بقى كميه حلوه كده من الزبده مكسرات هعمل بيها رمضان تقضي اسيحها. معاك الشهر وعندي لفه كله. الجلاش بس انا مغطياها بالزبده وحلوه بسيحها بالشكل موفره ده. معاكي. هجيب بقى ورقتين من اللي عايز يشوفها الجلاش، يدخل ورقه على ورقه القناه وادهنها برضو، ويشوفها. يعني كل ورقه عندي زبده بقى هدهن ما بينها زبده. مسيحاها، زبده على بسم سمنه. الله الرحمن سمنه الرحيم. اللي يريحك اعملي بيه. الورقه دي مقطوعه احطها وبحطها فوقيها وبجيب ورقه عشان ورقه بس كده يبقى من طالع برضو بشكله الجلاش حلو وبفردها. ومفيش حاجه هنرميها، كله هينفع برضو. وبدهن وهننفع كل طبقه نداري ازاي برضو وطبقه لو في قطع ولا في حاجه. يعني ايه. بسم الله بجيب الرحمن الطبقه الرحيم. بس الاولانيه الورقه معانا عشان ما وبدهنها تتقطعش زبده. وبجيب الطبقه التانية برضك بالشكل ده وبندهنها. كده. وبنحط كميه من الحشو، والكميه بتكون مناسبه كده. هجيب بقى ورقه ونفضل ورقه حاطين كده عليها الحشو وادهنها زبده. وبنلفها رول. يعني بنلف كده، بيبقى ايدينا من الطرف ده ومن الطرف ده، ونلف الرول كده بيبقى بسيط.
وبعد ما نلفها طريقتها سهله ونخلص وبسيطه، بس الكميه اكتر اللي حاجه بتاعتنا. يعني تبقى مطلوبه برضو بنقطعها الجلاش صوابع. الصوابع ده. بنقطعها الاول قبل ما تدخل الفرن، وحلو يعني، عشان مش هينفع ان احنا نقطعها بيعمل بعد كميه ما معانا تطلع بتبقى كويسه من برضو. الفرن وتكون والحشوه اللي احنا استوت. عاملينها حشوه طبعا اقتصاديه حلوه برضو. هتبوظ معانا وتتكسر، حط ومش الورقه الثانيه برضو. مش هتبقى حلوه يعني. بنقطعها بقى مع بعض، وبنروح جايين مدخلينها الفرن على درجه حراره الورقه دي بتبقى مقطوعه كده برضو، متوسطه. هندريها اهيت بالشكل ده كده. انا هوريكم دلوقتي علشان الورقه، شوفي يعني لو الورقه مقطعه معاكي ممكن تعمليها بورقه واحده، هوريكم ما برضو بالطريقه تتضايقيش تعملوها ولا برضو حاجه. بورقه كل واحده، حاجه تبقى سهله برضو وهترمي معانا برضو كميه برضو بنعملها كبير. وبنتصرف فيها، ما تخافيش وما تقلقيش، وما بيبانش ولا بيجرى له اي حاجه. تدهنيها، بالشكل ده بتروحي كده. جايه حاطاها فوق الورقه السليمه، وبتدهني الورقه، وبتحطي الحشوه عندي صينيه بتاعتك. بقى انا دهنها ما مش زبده اهي، بيبان. ده انا الصينيه عندي كلها زبده صينيه مدهونه اهيت من الزبده، عشان هرص حاطه فيها. فيها زبده ودهنها عشان عندي الحشوه لما اللي نيجي احنا حطيناها مع ندخلها ما بعض اهي. تلزقش برضك معانا. وبحط بقى من الحشو كده على هنحشي الورقتين الجلاش. الجلاش ونوزع كده كويس. هي افضل طريقه لها ورقتين، بتبقى حلوه معاكي ومتحمله. ورقه مش شلت بس من هتنفع المكان عشان بس طبعا، هتتقطع الزبده منك دي على طول. عشان اوريها لكم. انا شلت بس وسعت المكان كده عشان اعرف اخد راحتي في عشان نعرف اللف نلف كويس واوريها بالشكل ده كده. لكم، عشان تبقوا برضو يا رب يكون الشكل باين معاكم. البنوتات الصغيرين اللي لسه بيتعلموا، اللي نلف يدخلوا بقى المطبخ مع مامتهم، بيساعدوها وبيتعلموا. بجيب طرف من بلاش هنا نلف وطرف، صوابع يعني بحط ونلف ايدي ونبرم كده من كويس، الطرف في اول الطرف ونتك وفي برضو شويه اخر عشان تبقى ما الطرف كده، تبقاش وبنلف مهويه كده. اللفه بنعملها زي رول كده بالشكل ده. زي ما انتم شايفين. شوفوا الورقه بتتقطع اهو، بندريها عادي اهيت، يا رب ونلف يكون برضو الشكل بيها. واضح بالشكل دوت. برضو كل شويه بالشكل ده كده عشان دهنا تبقى ثابته اخر برضو معانا الحشوه. الطرف عشان ما تفكش، وممكن ما تدهنهاش عادي بالشكل ده يعني. شايفينها؟ بتحط الطرف بقى اللي في الاخر ده هي طريقه في سهله الصينيه وبسيطه، ما من فيهاش اي تحت، حاجه، ما فيهاش عشان بس ما اي يفكش تعقيدات مننا. ولا حاجه. يعني ممكن تكون الصينيه بس اللي هتبقى صغيره عليها. هي الرول كبيره على الصينيه، اهي بس انا هنتصرف برضو ونحطها عادي يعني يا حبايبي بالشكل ده اهوت. بالشكل ده. عملتها اعمل معاكم كمان واحده. عايزين نصلي على النبي كده وندعي لاخواتنا في فلسطين، نعملها دي بقى بورقه واحده وندعي وهوريها لكم برضه لاخواتنا هتطلع برضو حلوه. في سوريا والسودان، ويا رب يفك كل كرب يا رب. هندهن برضه في مسلمه يا رب، بتاع زبده. ويرحم امواتنا، ونصلي على الرسول واحنا قاعدين كده. هندهن برضو طبقه تانية، جبت لكم برضو واحده تانية اوريها لكم. بدهنها اهيت دهناها بالشكل ده كده. واحط عليها برضو الطبقه التانية. هنلم الطبقه دي كده على بعض، يعني نخليها تلتين كده اللهم صل بالشكل ده. وبارك على سيدنا واجيب اشيل محمد الزبده بس من وعلى هنا آله عشان توسع لي وصحبه مساحه. وسلم. واخد برضه الحشوه اهيت. ما تنسونوش اهم الأول حاجه هنا يا كده. حبايبي بقى في اللايك والاشتراك لو عجبكم ونفردها. القناه. طبعا بقى حابه تقللي تزودي طبعا باللي انت طبعا عايزاه لما بلاقي كومنت حلو بالشكل ده منكم كده. بيشجعني طبعا ان انا بنزل ما وصفات تخافوش، جديده. هوريكم برضه ازاي هتطلع الكنافه من جوه مستويه اهيت. وهنلف بقى هنبرمها كده اهيت. واحنا بنبرم برضه بنحاول ان احنا ما نخليهاش مهويه، اللف بتاعي يعني اللي فيها جامد يعني. الكميه اللي اجيب برضه في معايا الصينيه بالشكل ده، هحطها كده في الصينيه ونحطها هنا. هكمل بقى كل الكميه وبعدين ارجع لكم. عندي الصينيه خلصتها بالشكل ده. الكميه. هدهن بقى وشها سمنه وهوريها لكم برضه. عشان بعد ما عملته اروح جايبه دهنه وشه الاول، اقطعه الاول بعدين ادهن. ده المسحراتي. انا قطعتها بالشكل ده بقى كده اهو. احنا اروح جايه دهنه وشها بقى بالزبده. لو انتوا سامعين بقى، الله اسفه على الرحمن الرحيم. الصوت. عندي بقى بعد ما خلصت الصينيه كلها انا قايده الفرن على طبعا درجه مش هنعرف حراره نقطعها متوسطه. بعد ما انا مش هعلي النار عليها تستوي. عشان انا عايزه الحشوه من جوه على تستوي، الوش بقى ومش هوطي برضو قوي علشان الحشوه برضو ما طبعا انتوا تتحرقش. لو شايفين السمنه هي بتبقى التركه دي زياده، لو خدنا بالنا منها طبعا هتطلع احلى احنا عارفين صينيه الحلويات جلاش بتاخد سمنه او زبده احسن من اللي كتير بنشتريها من بره. بالذات الحلويات بالشكل ده الشرقيه. كده. بنصفيها قبل ما بنحط الشربات، بنطلع الصينيه وبنصفي كميه السمنه الزياده. بعد ما خلصت وشها كلها بدخلها على درجه حراره بقى متوسطه ونار متوسطه، وبتقعد حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير. وعند الشربات بعد ما برد بحط عليها وهي بتكون لسه طالعه من الفرن والشربات سخنه، بحطها فيها وبسيبها وبقدمها بقى بألف هنا على قلوبكم. جربوا بقى الوصفات ديت وقولوا لي ايه رايكم فيها. وبسيطه هتعملوها هتنجز معاكم على طول. لو عجبكم بقى دعوه حلوه ليا، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك.